السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلب صفقات البيع اللي بتفشل مش عشان رجل المبيعات مش شاطر أو ما بيعرفش يتكلم. لا، الحقيقة الصادمة إنها بتفشل لأن أغلبهم ببساطة بيلعبوا اللعبة الغلط أساساً. النهاردة هنحكي عن طريقة تفكير أو فلسفة ممكن تغير تماماً مفهومنا عن البيع. طريقة قايمة على فكرة واحدة بسيطة: لازم نفهم عالم العميل، مش نفضل نتكلم عن عالم المنتج بتاعنا. وعلشان نفهم القصة دي خلونا نبدأ بحكاية بسيطة قوي لكن معبرة جدا بيحكيها المؤلف في كتابه. تخيلوا معايا المؤلف وهو طفل صغير بيلعب كرة قدم أمريكية. المدرب بتاعه كان راجل عملي جدا. قال له جملة واحدة بس واضحة ومباشرة: مهمتك إنك توقع اللاعب اللي معاه الكورة. الولد بكل براءة الأطفال نفذ الكلام ده بالحرف، وبقى فعلا وحش في الملعب. أي حد معاه الكورة بيلاقي بطلنا ده في وشه. وفضل على الحال ده لحد ما في يوم الفريق اللي بيلعب ضده عمل خطة جديدة، خطة تمرير. يعني الكرة بتترمي في الهواء للاعب تاني واقف بعيد. وبطل قصتنا عمل ايه؟ فضل واقف مكانه، عينيه بتلف في الملعب بتدور على اللاعب اللي بيجري بالكورة، لأنه ببساطة ما كانش يعرف أو يتخيل إن في طريقة تانية للعب. النتيجة كانت ايه؟ طبعا فريقه خسر الماتش ده شر هزيمة. وكل ده حصل ليه؟ بسبب سوء فهمه بسيط قوي لقواعد اللعبة الحقيقية. القصة الصغيرة دي هي بالظبط مراية للي بيحصل كل يوم في عالم المبيعات. رجل المبيعات بيكون عامل زي لاعب الكورة الصغير ده، حافظ خطة واحدة ومش بيغيرها: أنا لازم أبيع المنتج بتاعي. فتلاقيه داخل الاجتماع يفتح اللابتوب ويبدأ يرص في مميزات المنتج بتاعه وسعره وإمكانياته اللي مفيش زيها. وفي الآخر إيه اللي بيحصل؟ الصفقة بتفشل. وعارفين ليه؟ لأنه بالظبط زي صاحبنا لاعب الكورة، مش فاهم أصلاً اللعبة الحقيقية اللي العميل بيلعبها، مش شايف المشكلة العميقة اللي العميل بيدور ليها على حل. كل اللي شايفه هو الكورة بتاعته أو المنتج بتاعه. النهاردة بقى هنمشي مع بعض خطوة بخطوة في رحلة هتغير طريقة تفكيرنا دي تماماً. هنبدأ الأول بتعريف يعني إيه الفجوة دي أصلاً، وبعدين هنتعلم إزاي نبقى دكاترة شاطرين ونشخص وضع العميل الحالي بدقة، ومن هناك هنشوف إزاي نرحل له صورة الوضع المستقبلي اللي بيحلم بيه، وبعدين هنتكلم عن دورنا كخبراء، وفي الآخر خالص هنوصل سوا للسر بتاع العرض التقديمي المثالي. عشان نبني أي حاجة صح لازم نبدأ بالأساس، وأساس الطريقة دي كلها قايم على مفهوم واحد بس، مفهوم محوري بسيط في شكله لكن قوي جدا في تأثيره. بصوا يا جماعة، شغلنا كرجل مبيعات مش إننا نبيع منتج، لا خالص. شغلنا الحقيقي إننا نكون الجسر الكوبري اللي هيساعد العميل يعدي من الضفة اللي هو فيها للضفة اللي بيحلم بيها. إحنا مش بنبيع سلعة، إحنا بنبيع نتيجة، بنبيع تحول لحياة أفضل أو بزنس أنجح. طيب تمام، إزاي بقى نكون الجسر ده؟ أول وأهم خطوة قبل أي حاجة تانية هي إننا نفهم بالظبط العميل واقف فين دلوقتي. عشان نقدر نساعده يوصل لمكان جديد لازم الأول نعرف كل شبر في المكان اللي هو فيه. لازم نكون خبراء في واقعه الحالي ويمكن نفهم عالمه أكتر ما هو نفسه فهمه. الفكرة كلها لو هنبسطها هي إن الوضع الحالي للعميل دايماً بيمثل مشاكل، قلق، خسارة، باختصار بيمثل ألم. أما بقى الوضع المستقبلي اللي هو نفسه يوصله فده بيمثل الحلول، الراحة، النجاح والمكسب، يعني المتعة. مهمتنا تبدأ من فهم الألم ده. هنا لازم نلبس بلطو الدكتور ونبدأ نشخص الحالة بدقة متناهية قبل ما نكتب أي روشتة. والتشخيص ده بيتم عن طريق التحقيق في 5 عناصر أساسية. أولاً الحقائق، يعني بيئة الشغل عنده شكلها عامل إزاي. تانياً المشاكل، إيه المشاكل الملموسة اللي بيواجهها واللي نقدر نقيسها بالأرقام. ثالثاً التأثير، يعني المشاكل دي بتأثر على البيزنس بتاعه إزاي، بتكلفه كام فلوس، بتضيع وقت قد إيه. رابعاً ودي أهم حتة، الأسباب الجذرية، إيه السبب الحقيقي ورا المشاكل دي، ودي النقطة اللي الحل بتاعنا بيلمسها. وأخيراً حالته العاطفية، هو حاسس بإيه بسبب كل ده، قلقان، محبط، تعبان. بعد ما فهمنا ألم العميل بعمق وحسينا بوجعه، دلوقتي بيجي الوقت اللي نغير فيه دورنا. هنا بنتحول من مجرد دكتور بيشخص لفنان بيرسم لوحة جميلة للمستقبل المشرق الممكن. احنا هنا مش بنتكلم عن مواصفات المنتج والفيتشرز بتاعته خالص، احنا بنتكلم عن إننا نساعد العميل إنه يتخيل بوضوح شركته وهي بتكبر، أرباحه وهي بتزيد، وهو شخصياً بيحقق النجاح اللي بيتمناه. احنا بنبني له حلم في خياله وبنوريه إن الحلم ده ممكن وممكن جداً يبقى حقيقة. والجملة دي بتلخص ببراعة الدافع النفسي الأساسي وراء أي عملية شراء في الدنيا. العميل لازم يصدق ويقتنع أن المستقبل اللي بنوريه له ده يستاهل فلوسه ووقته ومجهوده عشان يتغير. لو ما صدقش يبقى عمره ما هيشتري. الموضوع بالبساطة دي. النقطة دي لوحدها ممكن تغير طريقة البيع عند أي حد تماماً.
كل ما قدرت توضح حجم الألم اللي العميل فيه وترسم له صورة مبهرة للمتعة اللي ممكن يوصل لها، الفجوة بينهم بتكبر قوي. وكل ما الفجوة دي كبرت، كل ما الحل بتاعك قيمته بتزيد في عين العميل. وقبل ما نكمل باقي الحكاية الممتعة دي، لو عجبك المحتوى ياريت تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، ده بيشجعنا جدا نستمر. نرجع بقى للنقطة الحاسمة بتاعتنا. لما نفهم ألمه بعمق ونرسم مستقبله بوضوح، احنا هنا بنخلق قيمة حقيقية، قيمة صعب أي حد ينافسنا فيها. طيب خلاص، فهمنا الوضع الحالي وفهمنا الوضع المستقبلي ورسمناه. دورنا إيه بقى في المعادلة دي؟ خلينا نتكلم عن الدور اللي لازم نلعبه في العملية دي، لأنه بصراحة ممكن يكون مختلف تماماً عن اللي في بالي الناس كتير. الأبحاث أثبتت حاجة قوية جدا في عالم المبيعات. أكتر ناس بتحقق نجاح مش هم اللي بيحاولوا يكونوا أصحاب العميل أو اللي بنسميهم بنين العلاقات، لا، الأنجح هم اللي من نوعية المتحدي. ودول الناس اللي بيعلموا العميل حاجة جديدة عن البزنس بتاعه، وبيتحدوا أفكاره القديمة، وبيقدموا قيمة حقيقية كخبراء. يعني المصداقية والخبرة بتبني ثقة أقوى بكتير، وبتحقق مبيعات أكتر من مجرد بناء علاقة لطيفة. الناس في البيزنس بتشتري من اللي بتثق في خبرته وفي عقله، مش بس اللي بتحبه كشخص. وأخيراً وصلنا للحظة الحاسمة، لحظة الحقيقة. إزاي كل الشغل والتشخيص والرسم اللي عملناه ده بيتجمع مع بعضه لما يجي وقت عرض المنتج بتاعنا؟ في قاعدة ذهبية لازم نحفظها زي اسمنا: لو ما عملتش شغلك في فهم وتشخيص وضع العميل الحالي والمستقبلي، يبقى أنت مش جاهز أبداً إنك تقدم الحل بتاعك. العرض من غير تشخيص ملوش أي قيمة، عمل بالظبط زي الدكتور اللي بيكتب روشتة الدواء من غير ما يكشف على المريض أصلاً. العرض التقديم العظيم عامل بالظبط زي العملية الجراحية الدقيقة، مركز جداً ومتفصل على قد حالة المريض بالملي. مش بنعرض كل حاجة في المنتج بتاعنا، لأ، بنعرض بس الأجزاء اللي بتعالج المشاكل الجذرية اللي اكتشفناها في مرحلة التشخيص. وبنفضل نسأله أسئلة زي: شايف النقطة دي ممكن تحل مشكلة كذا إزاي، عشان نتأكد إنه معانا على نفس الخط. الجملة دي ممكن تكون صدمة شوية، لكنها تذكرة واقعية ومهمة جدا، وهي دي الخلاصة. العملاء مش مهتمين غير بحاجة واحدة بس: مشاكلهم هم والنتائج اللي هم عايزين يوصلوا لها. كل حاجة تانية بعد كده، اسم شركتنا، تاريخنا، منتجنا، كل دي مجرد تفاصيل، مش هي اللي بتقفل الصف. إذن لو هنلخص كل اللي قلناه ده، النجاح الحقيقي في المبيعات هو ببساطة إننا نعمل شيفت، نغير تركيزنا بالكامل من نفسنا ومنتجنا ونوجهه لرحلة العميل، رحلته من ألمه الحالي لمتعته المستقبلية. ولما نعمل كده، البيع بيتحول من عملية مرهقة لعملية مساعدة حقيقية. وهنا بنوصل للسؤال الجوهري اللي طريقة البيع دي بتسيبه لنا: هل إحنا بنبيع مميزات منتج، ولا بنبيع للعميل بتاعنا نسخة أفضل وأنجح من نفسه؟ الإجابة الصريحة على السؤال ده ممكن تغير طريقتنا في كل صفقة بيع هندخلها بعد كده. لو الشرح ده كان مفيد، ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تشوفوا شروحات أكتر، وقولوا لنا في التعليقات إيه الكتب أو المواضيع اللي حابين نتكلم عنها المرة الجاية. كل المصادر هتلاقوها في الوصف.